الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. كنت عرضت رؤيتين للتمرين والتدريب لمن يحب أن يختبر نفسه ويتدرب على التعبير. كانت الرؤية الأولى سهلة جدا وما شاء الله كثير من التفسيرات كانت صحيحة. كانت الرؤية الأولى تقول الرائية فيها: رأيت كأني أمشي في أزقة مظلمة وكان الظلام دامس وقاتم. مررت بالقرب من بيت صديقة قديمة لي اسمها إيمان، وجدتها تجمع أكياس القمامة. عرفت أنها فضلات الحجامة لأنها في الواقع تعمل في الحجامة. مررت بالقرب منها لكن لم أرى وجهها لأن الظلام دامس، وشعرت بالخوف وانتهت الرؤية. يضرب الله سبحانه وتعالى لنا المثل كيف تكون روح الإنسان في حين الوقوع في الذنوب والمعاصي أو في وقت الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. طبيعة أن إيمان المرء ينقص ويزيد، ولكن من الخطأ أن يصر على الذنب أو يصر على المعصية. هذه الأزقة المظلمة تدل على الدخول والوقوع في الذنوب والمعاصي. ثم رأت إيمان وبدأت تمر بالقرب منها، أي أنها بدأت تجدد إيمانها، بدأت تحاول أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتجدد الإيمان، ولكنها لم ترى وجهها وما زال الظلام دامس. وتجمع فضلات الحجامة. الحجامة من الإحجام، أي الإحجام والابتعاد عن الذنوب بعد الوقوع فيها، ولكن ما زالت هناك فضلات، ما زالت هناك بقايا لهذه الذنوب. لذلك في كثير من التفسيرات أكرر وأقول لابد أن نجدد التوبة باستمرار، لابد علينا من الاستغفار وتجديد التوبة بين وقت وآخر. أحيانا نقترف الذنب وننسى هذا الذنب، قد نظل نعاقب عليه وقد نسيناه. لذلك من الأفضل والأصلح لنا أن نجدد التوبة بين وقت وآخر عن الذنوب التي نذكرها أو الذنوب التي نسيناها. وشعرت بالخوف. الخوف هنا قرينة تؤكد التعبير وصحة التعبير، لأن خوفها هنا هو خوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من هذه الذنوب ومن آثار الذنوب. بعد التعبير قالت: بالفعل جلست جلسة استغفار وأقرأ القرآن، وجدت صعوبة وضيق في صدري وهذا ما أخافني. الرؤية الثانية رأتها أم لابنتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. تقول الأم: رأيتها كأنها تقف على باب الجنينة أو حديقة المنزل، وتمسك في يديها خفاشين، أحدهما في اليد اليمنى والآخر في اليد اليسرى، وتمد يديها إلى الخارج باتجاه هذه الجنينة لكي تخرج الخفاشين. وقالت البنت لأمها في المنام: كي يخرجوا، لأنهم إذا بقوا في هذا البيت بيموتوا أو سوف يموتوا. طبعا كتبت معلومات التي أعرفها عن هذه البنت أنها متزوجة ومغتربة ولديها أبناء. لاحظت أن كثير أخذ هذه المعلومات واستند إليها في التعبير، وهذا لا يكون صحيح دائما. أحيانا هذه المعلومات لا تنفع التعبير ولا تضر بصحته. فعندما أبدأ بتعبير المنام لا أعتمد على هذه المعلومات بشكل أساسي، وإنما أعتمد على ربط تفاصيل المنام. أولا، هذه الرؤية تدل على أن هذه البنت ابنة الرائية تدرك في نفسها أو في قلبها خصلتين خفيتين بينها وبين نفسها لا خير فيهما، وتحاول وتجتهد لتخرج هاتين الخصلتين وتطهر قلبها منهما حفاظا منها وحرصا على سلامة القلب وحياته. لأن الخفاشين رمز للأعمال الخفية المستترة التي لا يراها الناس، وهي أعمال قلبية، وهنا تدل على أمور قلبية، لأن الخفاش لا يطير ولا يمشي إلا في الظلام وفي الخفاء. لذلك أحيانا الخفاش في المنام يدل على الأعمال الصالحة التي يسترها الإنسان عن الناس، تدل على قيام الليل والتهجد في الليل، ولكن بشرط أن تكون هناك قرينة ودليل واضح وقوي في المنام تؤكد هذا المعنى. لكن هي هنا تريد أن تخرجهما. أما قولها لو بقوا في هذا البيت بيموتوا، هذا البيت يرمز لقلب الرائية، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن مثل البيت الخرب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالبيت، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن نأخذ به كما نأخذ بالأمثال الشعبية والكلام المأثور عن العرب والحكم المشهورة، فمن الأولى والأصح أن نأخذ
بالأحاديث حتى وإن كان فيها ضعف. أما قولها إذا بقوا بيموتوا هنا، هذه الكلمة عائدة على القلب، قلبها، وليس على الخفاشين، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أما عن وقوفها باتجاه الجنينة هي تصغير جنة، وجنة القلب وحياته في تطهيره وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، كذلك منها أيضا جنة، والجنة هي الوقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، أي وقاية، أي اتجاهها لتقي قلبها مما قد يضر به. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.